كأس العالم 2026 48 منتخب 104 مباراة مليارات المشاهدين حول العالم. وفي الوقت اللي الناس كلها شاغلة نفسها بالمباريات والنتائج والتوقعات، في ناس تانية شاغلة بحاجات مختلفة تماما، شاغلة بالها بازاي تكسب فلوس من الحدث ده. وما تقلقش، مش مراهنات، مش قمار، مش اي حاجة حرام. في الفيديو ده اقول لك على 8 طرق حلال 100% بيعملها ناس عاديين دلوقتي وانت قاعد بتتفرج على المباريات. قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل ل 5000 مشترك في اسرع وقت. ركز معايا في الفيديو ده لان اقول لك 8 طرق حقيقيه تقدر تكسب منها فلوس في كاس العالم 2026 اونلاين، من غير حتى راس مال، من غير خبره سابقه، ومن غير حتى ما تبعد عن ان انت تتفرج على الماتشات. فخليني احكي لك دلوقتي على حاجه انا لاحظتها. كل 4 سنين زي ما انت عارف لما كاس العالم بيجي الانترنت بيتحول لحاجه مختلفه تماما. الناس بتدور على كل حاجه متعلقه بالكاس، توقعات المباريات، افضل لاعب، احسن هدف، تاريخ المنتخبات. المحتوى اللي بيتعمل في شهر كاس العالم بيساوي اضعاف اللي بيتعمل في اي شهر عادي. وبالنسبه للجمهور، اكبر جمهور رياضي في تاريخ البشريه، مليارات بيتفرجوا في نفس الوقت. حاجه واحده بس، ان الفرصه دلوقتي اكبر من اي وقت تاني، والنافذه دي مش هتفضل مفتوحه اكتر من شهر وشويه اسابيع. فيلا نبدا طرق مع بعضينا. اول طريقه تقدر تكسب بيها ان انت تعمل محتوى على يوتيوب او تيك توك عن الكاس، ودي اول طريقه واوسعها انك تعمل محتوى عن كاس العالم على اي منصه من المنصات. الناس دلوقتي بتدور على اي حاجه، تحليل مباريات، توقعات، تاريخ المنتخبات، افضل اهداف، معلومات عن اللاعبين، حتى ميمز وتعليقات مضحكه على المباريات. وده كله ممكن تعمله حتى لو مميلك، حتى لو انت مش محلل رياضي محترف. الموضوع مش انك تبقى خبير، الموضوع انك تبقى حاضر في نفس الوقت اللي فيه الطلب على المحتوى ده في اعلى مستويات. ولكن هتيجي تسالني ازاي تكسب الموضوع ده؟ لو قناتك مفعله الاعلانات كل مشاهده تتحول لفلوس، ولو مش مفعله لسه حط رابط تسويق بالعموله في الديسكريبشن، وهتكسب من المنتجات المرتبطه بالكاس اللي هتذكرها في المحتوى. والنصيحه هنا ابدا دلوقتي، مش بعد ما تخلص المباراه. المحتوى اللي بيطلع قبل المباراه او حتى خلالها بياخد اضعاف المشاهدات من اللي بيطلع بعدها. الطريقه الثانيه في الموضوع ده التسويق بالعموله لمنتجات مرتبطه بالكاس. تاني طريقه في الفيديو هي من اذكى الطرق في الموسم ده. الناس في كاس العالم بتشتري كتير قمصان وطنيه، اكسسوار رياضي، شاشات عرض، سماعات، كراسي جلسه عشان يتفرجوا عليها. وكل المنتجات دي موجوده على منصات زي امازون السعوديه والامارات وحتى المنصات المحليه. وهنا انت بتعمل محتوى عن افضل شاشه تتفرج عليها مباريات الكاس او احسن قميص لمنتخبك، وبتحط رابط الافيليت بتاعك في الديسكريبشن او في الكومنتات. وكل ما حد بيشتري بتاخد عمولتك. الذكاء في الوقت، ابدا بالمحتوى ده دلوقتي لان الناس بتشتري خلال التصفيات مش بعدها، والفرصه تفضل مفتوحه لحد 19 يوليو 2026. الطريقه الثالثه بيع تمبلتس وتصاميم عن الكاس. الطريقه الثالثه وبتجيب فلوس اسرع مما تتخيل. الصفحات والجروبات المتعلقه بكاس العالم كلها محتاجه تصاميم او بوستات اعلانيه او انفوجرافيك او تصاميم جداول المباريات او حتى صور المنتخبات. بتعمل التصاميم دي على كانفا وسهل جدا، وبتبيع على فايفر او خمسات او حتى مباشره لاصحاب الصفحات الرياضيه. وكمان تقدر تبيع تمبلتس جاهزه على ايتسي زي تمبلت جدول مشاهده مباريات الكاس او بطاقه توقعات للكاس. الناس بتحب ده قوي وبتشتريها وتطبعها في البيت. واسرع طريقه تبدا بيها تدور على الصفحات الرياضيه الصغيره على فيسبوك او انستجرام وابعت لها عرض لتصاميم بوستات بسعر مناسب في الوقت ده مش هيرفضوا. الطريقه الرابعه في الفيديو ده محتوى مكتوب وكتابه مقالات رياضيه. لو انت بتحب الكتابه اكتر من التصوير، دي طريقتك. مواقع رياضيه ومدونات وصفحات بتدور دايما على كاتب يكتبوا عن الكاس، تحليلات، تقارير ما قبل المباراه، سيناريوهات التاهل. وتقدر تعمل حساب على فايفر او خمسات وتعرض فيه خدمه كتابه مقالات رياضيه عن كاس العالم، او تكتب لحسابك الخاص على صفحه او مثلا مدونه بلوجر وتكسب من الاعلانات او من التسويق بالعموله اللي بتحطه جوه المقالات. ميزه المقالات هنا انها بتفضل تشتغل وتجيب زيارات حتى بعد انتهاء الكاس. يعني مقال كويس عن افضل لحظات كاس العالم 2026 ممكن يتقرأ لسنين قدام. والطريقه الخامسه في الفيديو ده بيع منتجات من تاجر وانجزني مرتبطه بالكاس. الطريقه الخامسه وهي امتداد ذكي للتسويق بالعموله، بمعنى ادخل على منصات زي تاجر وانجزني في منتجات هتلاقيها مرتبطه بموسم الكاس، بمعنى منتجات رياضيه او اكسسوارات تفرح او منتجات ترفيهيه بتاخدها تروج ليها في محتواك عن الكاس، وكل ما حد بيطلب بتاخد عمولتك. والذكاء هنا انك تربط المحتوى بالمنتج بشكل طبيعي. يعني مثلا بتعمل فيديو عن احسن طريقه تتفرج على الكاس في البيت، وفي المنتجات اللي بتوصي بيها في الفيديو بتحط رابط تاجر وانجزني. المحتوى مفيد والناس بتشتري لانها محتاجه فعلا ومش حاسه انك بتبيع لها. الطريقه الثابته في الفيديو ده صور وفيديوهات عن الكاس على موقع البيع، بمعنى طريقه ثابته وكتير مش عارفها. اول حاجه ادخل على مواقع زي شاتر ستاك او ادوبي ستاك او حتى فواب، ودي بيبقى موجود عليها فيديوهات مرتبطه بالاحداث الكبيره وتقدر تبيع عليها صورك او فيديوهاتك هناك. لو انت بتتفرج مثلا على مباريات في مكان او في تجمع او استاد، صور اللحظات دي من موبايلك وبيعها. بس مهم تعرف
تعرف لازم الصور تكون للناس اللي معاك مش للملاعب او للاعبين المحترفين، لان دي حقوق محميه. صور ردود فعل الناس او اجواء التفرج، الاحتفالات دي كلها مطلوبه جدا. كل صوره بتتباع اكتر من مره، يعني مجهود واحد ممكن يجيب لك فلوس اكتر من مره. الطريقه السابعه خدمات اليو جي سي لشركات عايزه تركب على موجه الكاس. طريقه سابعه وهي من اسرعهم ان انت تجيب بيها فلوس. في شركات وبراندات كتير بتحاول تربط نفسها بكاس العالم في تسويقها، مثلا مطاعم، مشروبات، منتجات الكترونيات، حتى التطبيقات، وكلها محتاجه فيديوهات يو جي سي بسيطه، بمعنى شخص بيتفرج على الكاس ومعاه منتج معين. وده خلي بالك مش محتاج معدات، موبايلك واضاءه طبيعيه كافيين. ولكن انت تسال نفسك دلوقتي ازاي تلاقي العملاء؟ ادخل على فيسبوك او انستجرام، دور على البراندات الصغيره والمتوسطه اللي بتنشر محتوى عن الكاس، وابعت لها عرض مباشر ان انت تقدر تعمل ده. في الوقت اللي احنا فيه ده كتير منهم هيردوا بسرعه لانهم محتاجين المحتوى ده دلوقتي مش بكره. الطريقه الثانيه في الفيديو ده استخدام الاي اي لانتاج محتوى كاس العالم بكميات كبيره. والطريقه الاخيره اللي وعدتك بيها من الاول وهي الاذكى. الناس دلوقتي بتدور على محتوى عن الكاس بشكل مجنون، وانت لوحدك مش هتقدر تلحق بكل الطلب ده. جيميناي وشات جي بي تي الحل، بمعنى بتقول للاي اي اكتب لي تحليل مباراه المغرب وهولندا بالعاميه المصريه، في دقيقتين هتلاقي عندك مقال كامل. او مثلا اكتب لي 5 بوستات عن افضل المنتخبات العربيه في الكاس، في دقيقتين عندك اسبوع محتوى كامل. بمعنى ان جيميناي كمان بيساعدك تعمل صور وانفوجرافيك عن الكاس بسرعه. والذكاء هنا انت مش بتستخدم الاي اي بدلا منك، ولكن بتستخدمه عشان تنتج محتوى اكتر في نفس الوقت وتغطي اكتر من زاويه في نفس اليوم. واللي بيستخدم الاي اي كويس في الفتره دي هيقدر ينتج في اسبوع اللي غيره بينتجه في شهر. تعال اقول لك على شويه اسرار هتضاعف ارباحك في موسم الكاس. قبل الختام 4 اسرار مهمه بالتحديد في الفتره دي. اول حاجه السرعه اهم من الكمال، بمعنى محتوى عن مباراه طلع في 10 دقائق بعدها افضل بكتير من محتوى مثالي طلع بعد يومين. الناس بتدور على المحتوى وهي لسه في الجو، مش بعد ما تنسى. السر الثاني المنتخبات العربيه هي فرصتك الكبيره، بمعنى منتخبات عربيه في كاس العالم 2026 8 منتخبات: الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس والجزائر. الجمهور العربي بيتابع المنتخبات دي بشكل مجنون، المحتوى عنهم بيجيب تفاعل اضعاف اي محتوى تاني. السر الثالث الفتره دي بين المباريات فرصه مش وقت فراغ، بمعنى بين مباراه والتانيه الناس بتفضل متحمسه وبتدور على محتوى، وده وقتك يا معلم تعمل فيه تحليلات وتوقعات والمحتوى الترفيهي. رابع سر والاخير حدد طريقه واحده او 2 بحد اقصى، بمعنى ان الغلطه الكبيره انك تحاول تعمل كل الطرق اللي انا قلت لك عليها دي مع بعض. اختار الانسب ليك وركز عليها طول الموسم. فاحنا هنا وصلنا لاخر الفيديو. كاس العالم 2026 بدأ في 11 يونيو وهيخلص في 19 يوليو 2026، يعني النافذه دي فاضل منها وقت بس مش كتير، بمعنى ان اللي هيبدا دلوقتي هيستفيد من الموجه بالكامل، واللي هيستنى هيلاقي الموجه عدت. الكاس بيجي كل 4 سنين والفرصه دي مش بتيجي اكتر من كده. اللي هتعمله انت دلوقتي 3 خطوات. اول حاجه اختار طريقه واحده من ال8 اللي اتكلمنا فيهم واللي تناسب امكانياتك دلوقتي. تاني حاجه ابدا فيها في خلال 24 ساعه مش بعد المباراه الجايه. تالت حاجه حط في الكومنتات هتشتغل بطريقه اكتبها في الكاس وانا هرد عليك شخصيا. اهم حاجه ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد وتشوف كل الطرق اللي احنا هننزلها الفتره الجايه. بس كده اتمنى تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.